أعلى درجات القداسة اللي بابا وصل لها كانت إيه؟ قصدك ايه بدرجات القداسة؟ قصدك يعني يعني كمنظر؟ مثلا هل وصل السياحة؟ لا، انا ما اقدرش اقول لك لان انا ما اعرفش قصة كده، بس انا سمعت من ايهاب قال حاجة زي كده، بس انا عن نفسي كناردين لا، انا ما اعرفش حاجة زي كده، او ما اتحكتش قدامي القصة. لان انا بقول لك هو بابا ما كانش بيحكي، احنا القصص دي كلها كنا بنعرفها من الناس اللي حواليه او من الناس اللي موجودة يعني. هو كان عمره ما هيجي يقول حصل كذا النهاردة او شفت حاجة النهاردة او كدهوت، لا، مم. ما حصلش. هو مم. يعني مثلا القصة بتاعت البابا كرولوس لما حلم بيها دي، لأن كان في ناس معاه في الدير وشافوا الراهب دوت وهو بيديله الجسد وبيطلب منه كده. مم. فالحاجات دي كلها بنعرفها عشان كنا بنشوفها، لكن بابا في حد ذاته عشان كان يحكي حاجة حصلت، لا، ما كانش بيحكي. ولو حصل انه كان في حاجة يحكيها كان بيحكي عن القديسين عملوا معجزات. متى بكيتي بسبب قدس أبونا أخنوخ سمعان؟ بص، انا هقول لك على حاجة غريبة جدا. اخر فتره بابا كان تعبان فيها من كتر الالم اللي هو كان تعبان فيه. و... وعايزه اقول لك كانت ليديا اختي كانت هي اللي مسموح لها، عشان كان ساعه كوفيد كان صعب قوي ان التليفونات كتير، فكان هي الكونتاكت بتاع التليفون بتاعها. فهي كانت تكلم المستشفى من هنا وتكلمني، تفضل تعيط من هنا وانا افضل اعيط من هنا، وتبقى حالتها منهاره وصعبان عليها بابا، لان هو لا احنا قادرين نشوفه ولا يشوفنا، ولا ان احنا قادرين ان احنا حتى نبقى حواليه. فكان الموضوع ده كان تعبنا جدا جدا. بس عايزه اقول لك على حاجه، يوم ما بابا راح السما، ودي انا بقول لك فعلا زي ما اختي قالت انها معجزه ان هم سمحوا لنا ان احنا نروح المستشفى وان احنا نقعد معاه، لان ساعه كوفيد دي كانت استحاله استحاله. وده لسبب قصه كده ليدي طبعا عارفاها اكتر مني، بس انا ممكن احكي لك بعد كده سبب دخولنا ايه. بس اللي انا عايزه اقوله لك ان احنا لما دخلنا الاوضه عند بابا، سلام غير طبيعي لما شفناه، ابتسامه على وشوشنا، راحه وسلام مش طبيعيين، لان حسينا ان بابا فعلا وصل للمكان اللي هو كان نفسه يوصل له. فاحنا بعد ما بابا راح السما، لا، احنا وهو في المستشفى احنا كنا حاسين بسلام، وكنا قاعدين بنقول ترانيم، الترانيم اللي هو كان بيحبها كلها، التسبيحه. قعدنا صلينا 3 ساعات سايبيننا براحتنا، مع 4 ساعات مش 3، كمان 4 ساعات. والسبب ان احنا ندخل بقى المستشفى هحكيهولك. كان اختي كانت بتتكلم بتقول لهم اسمحوا لنا، بس احنا كنا يعني تعبانين، اسمحوا بس ماما تروح له، اي حد بس يشوف يحس ان حد فينا حواليه. فكلم قالوا لها لا استحاله، فقالت لهم طب ممكن اطلب منكم حاجه، لان حتى الكهنه بتاعت الكنيسه ما يقدروش يروحوا، لان المستشفيات في الوقت ده كان كله المستشفيات هنا بيبقى فيها دايما كاهن، زي مثلا سان جوزيف دهيت بيبقى فيه كاهن مش ارثوذكس، بس في كاهن موجود. فهي طلبت منه ان هو يروح يدخل عنده ويعني ويتكلم معاه ويجيبه مثلا مكالمه مع التليفون علشان خاطر يقرا له حته مثلا من الانجيل. فقالت له يعني انا عايزاك تروح. المهم الراجل ده هو الكاهن ده هو قال لها خلاص حاضر انا هروح. فبيقول ان هو لما وصل للاسف لقى ان بابا ايه، راح السما. فهو اتضايق ان هو ملحقش ان هو ايه يروح. فطلب منهم، ودي حاجه غريبه جدا، طلب مم. منهم ان هو يتصلوا بينا. فاتصل بالليدي قال لها بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. انا ما دخلت انا حسيت ان الراجل اللي قدامي ده راجل بركه جدا، وحسيت ان انا اتضايقت ان انا ما قدرتش ان انا اوصل له وصل له، بس عشان خاطر دوت حصل انا جبت لكم اكسبشن، يعني خدت لكم حاجه ما يعني مش اكسبشن، مسموح يعني بها. المفروض حاجه ما تحصلش مم. وتحصل، ان انتوا تيجوا تشوفوه، فمن حقكم 2 منكم يجوا يقعدوا معاه ويشوفوه. ودي حاجه ما بتحصلش، واستحاله اداره المستشفى كانت توافق عليها. فعايزه اقول لك احنا انبسطنا جدا. وبعدين انا اختي الثالثه كانت موجوده في مصر ساعتها مش موجوده، واحنا ما كناش لسه قلنا لماما، فراحت ليديا كلمتني وقالت لي هم عايزيننا في المستشفى. وكان ورحت انا وليديا ولما وصلنا هناك عرفنا ان بابا طلع السما.
والست الممرضه بتقول انا ما اعرفش ازاي الكاهن ده قدر ان هو ياخد لكم الموافقه دهيت ان انتوا تدخلوا، ودخلونا. وبعدين راحوا جابوا ماما، وطلبنا منهم انهم ممكن ندخل حد تالت، فسمحوا لماما تدخل، فقعدنا احنا الثلاثه معاه جوه. وعايزه اقول لك ان دخولنا وان احنا شفناه وان قعدنا معاه دوت ادانا سلام وراحه بال، لان هو لو كانوا اخدوه ومن غير ما احنا نشوفه ما كناش هنشوفه غير ساعه بعد كده. هو بيبقى في حاجه اسمها هنا فيوينج قبل ما بيحصل اللي هو ده. فعايزه اقول لك دي فرقت معانا جدا، وحسينا ان احنا ربنا رتب لنا ان احنا نقدر ان احنا ندخل ونشوف. مش اي حد هو اصلا، اه مش اي حد، صحيح مش اي حد. تخيلي كده، آه المحبة بتاعته دخلت القلب من غير استئذان. احنا شجعنا على ناس كتير، وناس حلوين، وناس بركة، وناس قديسين، لكن بمستوى الحب ده ومستوى العطاء ده، لا، انا ما سجلتش عن حد بالمستوى ده خالص، وانا بعترف بيها. انا عمري ما سجلت عن حد بالمستوى ده ابدا ابدا. دي حاجة كده، يعني ايه، اقدر اقول في الظروف اللي احنا فيها ده فلتة، وربما لن يتكرر. عايزه اقول لك صدقني، هو حتى على المستوى الانساني، انا ما كنتش متخيله، ما كنتش اعرف اصلا ان في حاجه اسمها ان حد يبقى عصبي او حد بيزعل او حد يبقى متضايق. دي حاجه انا ما كنتش متخيله انها موجوده في الحياه. يعني لما كان مثلا اشوف في التلفزيون كنت بتخيل يعني ده تمثيل، مم. لان احنا في بيتنا عمرنا ما عرفنا يعني ايه حد يبقى متضايق، حد زعلان، حد بيزعق، حد بيقول كلمه وحشه. عمرنا احنا كنا فاكرين ان بابا ده اللي هو الشخص الطبيعي او الناس. اكتشفنا لا هو مش كده مم. خالص. هو فعلا فعلا كان كان مثال وصوره لرب المجد. دي حقيقه. كنت محضرة حاجة تقوليها غير اللي احنا قلناها دلوقتي؟ هو انا يعني ليدي حكت كتير وماما حكت كتير. انا اعتقد انت لو عندك اي اسئله تانية انا ممكن اجاوب عليها، بس يعني انا ما فيش حاجه دلوقتي في دماغي معينه ممكن اقولها لك. بس انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس. مم. هو بابا طلع كده نتيجه كمان ان هو طلع في اسره رائعه جدا جدا. مم. عيلة بابا فيها كهنة كتير على فكرة، وفي ناس كمان يعني، وطلع من أولاده كتير قوي أساقفة ورهبان وكهنة. بس انا ما شفتش جدي وتيتي لان هم ماتوا قبل ما اجي، بس اسمع حكاوي كتير قوي عنهم وقد ايه هم كانوا الكنيسه دي بالنسبه لهم حاجه اساسيه. والصلاه، يعني اسمع ان جدي ده الصلاه دي كانت عنده حاجه اساسيه وليها مواعيد اساسيه، وكان لازم يتاكد ان اولاده راحوا الكنيسه. وجدي كان تاجر غلال، فكانت اول ما تيجي الغلال من على السفن لازم الكوره بتاعته لازم يتوزع على اخوه الرب، كانوا بيبقوا عارفين. فهو طلع في العيله كلها حلوه. انت يعني كل عيله بابايا بامانه، انت لو اتعاملت معاهم شوف قد ايه الطيبه والحنيه فيهم. مم. مش بابا بس، هم كلهم عيلته كلها. مم. تحس قد ايه كلهم جواهم البركه والنعمه، وتحس قد ايه فيهم صوره المسيح. كم تشتاقي إلى منزل أباك؟ بص، انا اول ما بنزل مصر لازم انزل على شقه بابا. بس انا ما كنتش محظوظه في حاجه، كل مره كنت بنزل يعني ما عدا اخر مره ده، هي كنت بنزل ما كانش بيبقى بابا موجود ولا ماما موجوده. فهم لو هم موجودين البيت ليه طعم تاني خالص، ليه طعم مم. تاني خالص. ايه ان حتى لحد دلوقتي اخر ماما نزلت مصر بعد ما بابا راح السما، مم. البيت مفتوح، الباب مفتوح، الناس موجوده فيه على طول. بمجرد إنها موجودة. عايزه اقول لك لمجرد ان باب البيت اتفتح خلاص الناس كلها عايزه تدخل تقعد. يعني ايهاب دايما يقول لماما ان في ناس بتبقى عايزاني افتح البيت، بيطلبوا مني نفتح البيت يدخلوا بس يقعدوا فيه، بس هو طبعا علشان خاطر هي مسؤوليه عليه فهو ما بيفتحش غير باذن ماما. فبيقول للناس انا مم. ما اقدرش ان انا ابقى بفتح البيت على طول. مم. لكن البيت نفسه سوري البيت نفسه ما تدخله تحس براحه، تحس انك في مكان مختلف، ما تحسش انك في بيت. ما ده اللي حاصل، ما أنا بقول ايوه، لحضرتك. ما انا بقول لك، أنا لا أنا انا مصوره يعني البيت فيديو عندي، وكل شويه ادخل اتفرج على الفيديو بتاع البيت.
وانا بحس ان هو مختلف. يعني انا اتذكر يوم ما ماما بيضت البيت مره، شلنا الصور عشان نبيض. لما دخلت البيت، لا ده مش بيتنا، البيت ده معروف ان هو ما فيهوش حيطه، ما فيهوش حته فاضيه من غير صوره، هو كان اه. بيحب كده. مم. وعلى فكره البيت ده كل حته فيها هتلاقي مكتبه فيها كتب، هو كان عاشق للقراءه، اي وقت عنده فاضي لازم يقرا، ولازم يحس ان هو بيتعلم وبيستثمر. الحمام هتلاقي مكتبه، السفره هتلاقي مكتبه، اوضه النوم هتلاقي مكتبه، خلي ايهاب يوريك. مم. الحمام كان هو دايما في احنا عندنا حمامين، حمام صغير ده كان بتاع بابا. كنت تلاقيه فيه ترابيزه جايبها كده 4 ترفف، كل رف مليان كتب، جوه بحيث ان اي الحمام. حد جوه الحمام. ما انا بقول لك، لان جوه مم. الحمام ده المكان الوحيد اللي مش هيقدر حد يخبط عليه يقول له يا ابونا 5 دقايق اقول لك حاجه. فكان دايما بابا بينتهز فرصه انه في الحمام لو عنده تحضير اي حاجه كان يقعد. يعني هو دايما كان برضو عنده نص ساعه كده تلاقيه بابا دخل الحمام قعد وقاعد بالكتب والاجنده معاه. ومعروف ان هو مش في الحمام قد ما هو بيقرا. اه قد ما هو عنده تحضير او بيعمل اي حاجه. تدخل مم. اوضه الصالون تلاقي مكتبه، اوضه النوم تلاقي مكتبه. وغير مكتبه الشرايط كان يحب يبقى عنده شرايط كتيره جدا، وتلاقي عنده كتب كتيره جدا. فهو كان عاشق للقراءه. اللي طلع له كده ليديا، انا ما بحبش القرايه. طيب. حاول كتير قوي معايا، كان يقول لي خدي الكتاب ده اقريه وتعالي قولي لي اتعلمتي ايه. كنت اقرا اول صفحه واخر صفحه اروح اقول له احكي لي اللي في النص. كان طيب. لذيذ قوي. هو كان بيحب قوي حتى يقعد معانا ويحكي ويدينا امثال ونطلع من القصه مستفيدين بايه. فهو لا، هو كان ليه طريقه كده، هو يناغش الشخص اللي قدامه. مناخيرك كبيره، ودانك كبيره، مم. قلبك كبير كده. كان دايما يحب يعاكس الشخص اللي قدامه عشان يخليه يتشد ليه وما يحسش بالرهبه. علاقته ايه بطماف إيريني؟ هو علاقته حلوه قوي بطماف إيريني، لان هي كتير قوي من الارواح اللي كانت بتطلع كانوا دايما بيطلبوا طماف إيريني. فكان دايما من الناس القديسين اللي دايما كان بيطلب شفاعتهم في موضوع الارواح ده. هي كانت هي طماف إيريني دايما بتشتغل معاه. هو كمان طماف إيريني القصه الاكبر ليها مع عمي، لان انا عمي كاهن، وبرده برضك كان عمي حصل. كاهن؟ ما انا بقول لك، هو عمه كاهن، عمه ابونا بارسليماوس بتاع اسكندريه الله يريح نفسه. وابن عمه ابونا ايليا في ايوه، يعني اسكندريه اخو معروف ابونا برضو. كاهن. عمه عمه، سوري. عمه وابن عمه اخوه ابونا بولس بتاع في الكنيسه في الهرم. مم. فلا عمي اللي ليه قصه لطيفه طبعا، بس انا مش عايزه يعني ادخل في قصص تانية. بس ابو سفين عمل معاه معجزه كبيره قوي وخرجوا من امن الدوله. ف وطلعوا على امنا ريني وقصه لطيفه يعني. فلا امنا ريني برضو من القديسات اللي اشتغلت كتير قوي مع بابا. وانا طبعا ابو سفين شفيع وابويا. لما دخلت كده لقيت صورة ابو سفين محطوط على كرسي، بس ما لقيتلوش صورة كبيرة زي بقى القديسين اللي عنده، فقلت ايه، ابو سفين ما عملش حاجة معاك ولا ايه؟ لا ابو سفين وماري جرجس وكلهم. انا عايزه اقول لك يعني الصور الكبيره قوي، صوره العذراء اللي انت دخلت شفتها، وصوره ماريمينا، وصوره الانبا انطونيوس، وصوره الملاك. الصور دي بابا كان طالبهم هم يترسموا. آه ايوه معجزات. لا في منهم معجزات وفي رسم. الصوره بتاعت بابا اللي هو واقف مع البابا كرولوس دي كانت معجزه. مم. صورة العذراء دي أنا فاكرة إن إحنا كنا في المدرسة وبابا راح طلبها، كان عايز صورة كبيرة قوي للعذراء تتعمل. مم. هي كل صورة ليها قصة ومعجزة معينة. زي مثلا أفتكر الصورة بتاعت الملاك. أنا فاكرة يوم ما مرسي استلم، فكانت حماتي كانت موجودة في البيت، وبعدين لما عرفت اتضايقت قوي، وبعدين فجأة لقوا الصورة بتاعت الملاك دي وقعت على، يعني هي متعلقة فوق، نزلت على الأرض واقفة كده هو. مم. فراحت حماتي بتقول ايه ده الملاك زعل، احنا ايه اللي هيحصل فينا؟ فراح بابا قال لها مرسي هيقع من على الكرسي. مرسي هيقع من على الكرسي.
وعلقوا الصورة فعلا. بعديها بفترة، طبعا ده كان يوم ما مرسي مسك. وكان دايما حتى بابا برغم ان كل الناس كانت خايفة كان يقول لك يعني رئيس البلد او رئيس الكنيسة دايما نشكر فيه، ده من ايد ربنا مهما كان. فعمره حتى ما سمعناه مثلا في عز ما الناس كلها قلقانة وخايفة من مرسي واللي هيحصل في البلد، لا بابا ما كانش كده، كان متأكد ان ربنا هيتصرف. وفعلا انا فاكره القصه دي، لان بعد ما مرسي اتشال فراحت قالت لي تصدقي باباكي قال لي الكلمه دهيت لما صوره الملاك وقعت، لقيت بابا بيقول لي ما تقلقيش مرسي هيقع من على الكرسي. فدي برضو من الحكايات مثلا اللي انا فاكراها على صوره الملاك. لكن في صور كتير، الحيطان ما تكفيش صور بالحجم الكبير دوت. يعني في صور ناس حصلت معاهم معجزات زي ما انا بقول لك، ارواح مثلا طلعت، حد كان قديس معين فكانوا مثلا يجيبوا الصوره. بس اغلبيه الصور الصغيره دي كانت هدايا من ناس جايبينها حصلت معاهم يعني. شفت حد من القديسين في بيتكم؟ لا انا ما استاهلش. انا كل خطيه. انا ما استاهلش. انا بحس ان القديسين او انا عندي ايمان بحاجه تانية انا عايزه اقولها لك. انا فاكره انا سنه ما عملت الحادثه كان ساعتها امنا قريني لسه متنيحه، وكانت بتنزل الكتب بتاع المعجزات بتاعت امنا قريني. فتيتا الله يرحمها جت قالت لي قبل ما اعمل العمليه امنا قريني خدي تشفعي بيها تعمل لك المعجزه وما تعمليش العمليه. ما اعرفش انا ساعتها طلع مني رد، قلت لها بصي هما مشغولين وعندهم حاجات كتيره، في ناس اهم مني، بدل ما انا في عمليه تتعمل وهبقى كويسه خلاص خلي يعني ربنا خلى الدكاتره عشان يعملوا شغلهم فخلاص. فعملت العمليه والثانيه، وربنا مد ايده امتى؟ لما الموضوع وصل ان انا فعلا كنت مش قادره، يعني انا ما كنتش حمل ان انا اعمل العمليه ثالثه، لان كان الالم فظيع جدا بتاع اول عمليتين، وانا كنت متحمله وعديت الفتره دهيت. فربنا بيمد ايده دايما في الوقت الصح. فانا قلت لها بصي اهو اشتغلوا في الوقت اللي هم شايفين ان انا خلاص مش قادره اتحمل او وصلت المرحله، هم بيدوا التجربه على قد ايه كل واحد. فانا بحس ان هو مش شرط ان انت تشوف القديس بنفسك على قد ما انت ممكن تلمس عمل القديس في حياتك. زي ما قلت لك انا حصل معجزه واتنين معايا ثلاثه، انا ما شفتش بعينيا بس انا لمست وحسيت وعرفت يعني ايه مرض استحاله ان هو يروح. عرفت يعني ايه ان انت توصل لمرحله ان انت ممكن تبقى انت مسلمه قوي ربنا فيمد ايده في الوقت المناسب اللي هو شايفه ينفع. مدام ناردين كثير الثمن، حضرتك نورتنا في إلهنا القوي، وبأسلوب كلامكم كده وبالملء اللي انتوا بتتكلموا بيه. لا انتوا ولاد ابونا، يعني انتوا مش ولاد حد عادي. ربنا يخليكم لينا، ودايما صلاة ابونا تسندكم وتسندنا، وتكونوا تخدموا بسيرته. يعني هو ورث على فكرة، هو ورث وورث مش قليل على فكرة، ويمكن ورث ناس كتيرة، بس من باب أولى يكون ورث لكم انتوا. صدقني ولاده كتير قوي وهو بيحب ولاده وكلهم كانوا في قلبه وعلى طول كان يصلي من اجلهم. عايزه هقول لك على حاجه. يعني احنا كنا يعني من المواقف ليديا مره راحت الكنيسه عايزه تدخل تاخد المفتاح من بابا، فبتقول كانت واحده خادمه لسه واقفه جديده فبتقول لها انا بنته عايزه اخد المفتاح. قالت لها ما كلنا بناته، انا كل اللي بيجي هنا يقول لي انا بنته. قالت لها لا بس انا بنته انا بنته من جسد. قالت لها ما احنا كلنا بناته. وبعدين بابا بيفتح الباب، هي فضلت مش عايزه تدخلها، الناس كتير كانت بتيجي لحد ما فتح الباب، فراح بابا قال لها تعالي يا ليديا. وبعدين بتقول لها ايه ده ما كنتش اعرف بنتك اصلا. صدقيني كل اللي بيجي هنا بيقول لي انت ما تعرفيش علاقتنا بابونا ازاي، احنا بنات. وعايزه اقول لك احنا بيتنا خرج منه يعني ناس اتربوا معانا. احنا كل واحده اتكلمنا انا اختكم الرابعه انا اختكم الرابعه، لان فعلا كان بيحسس كل واحده او كل واحد محتاجه ان هو فعلا ابنه وبنته بالفعل، وكان بيديله اهتمام خاص يحسس ان كل واحد هو قريب ليه. نورتينا يا فندم في إلهنا القوي. تعيش ربنا يخليك، ميرسي خالص دعواتكم وشكرا على لينا الصداقه. وبركة أبونا يعني تشملنا وترعانا، وهو كاهن أمين. كمل يا أبونا خدمتك معانا. دعوات القديسين ربنا يخليك، شكرا تعيش يا خالص فندم. لحضرتك. تعيش. تعيش.